التسديدة الأولى والمحاولة الأولى. ترجع الكرة عن طريق بوجبا يخرج كرة السودان. شوفوا قف اللاعب، نلعبوا في 4-5 دقائق، رقم 7 وقف. بعد التعليل كرة شوية ياسر عوض قال خليها. هذا هو أبيا نجم الكرة الغانية السابق. والراسية لهدف والكرة برا. كانت الكاس نظمت 3 مرات، 72 بغداد، 73 في تريبولي الغرب في ليبيا، 75 احتضنتها تونس، وابطالها كانوا مرتين منتخب مصر 72 75 و73 في ليبيا ربحتها تونس. وهنا ذكاء جزائري يستدرج المنتخب السوداني، يلعب مرتدى بولبينا، عادل بولبينا والكرة خطيرة والركنية، ركنية للخضر، أول فرصة في المباراة. ترجع كرة بالراس، يتصدى أبوجا والكرة من الغربال عبد الرحمن وخطيرة للجزائر، ملعوبة خطيرة، فرصة والحارس يتعمق، ضيع الكرة رضوان بركان، لعب الوكرة في الدوري القطري دوري النجوم. يا رضوان، هذا هو الحارس اللي كان اساسي منجد النيل، لكن خرج للإصابة ويدخل بديله محمد النور أبوجا. خطأ لمنتخب السودان بصافرة المصري أمين عمر، وانذار كارت أصفر، انذار على آدم والناس. كورة بالراس والثالثة بالراس والأربع عن طريق حلايمية يمشي أو عن طريق بولبينا الحارس رجل الشوط الاول ابوجا. شفت ربما ظاهرة النافع، ممكن لو لعب النيل ممكن لو ما تصداش لكل هذه الكرات، سبحان الله. ترجع بالراس الاولى ياخذها السوداني، ثانية كل ما الكرة تمشي فنيا الجزائري يتفوق، كل ما ترجع المباراة على صعيد بدني السوداني يتفوق. آدم والناس كارت أحمر، والناس كارت أحمر للانذار الثاني. كانت مجانية من والناس، كانت مجانية من آدم. كرة بعيدة لا تشكل ولا خطورة، أنت عندك انذار لازم تلعب وعينيك فوق راسك، مش ممكن آدم والناس يقلب المباراة على مستوى حساباتها. زايدة من آدم والناس، ماذا يفعل؟ صراع كشات وشوطة أصلا شاط، إذا ما فماش كلام. المنتخب السوداني روفا وصل كرة خطيرة، هذه يمشي العرضية صعبة، مش ممكن الحارس يتصدى الحارس. كرة كانت صعيبة على الفريق. خطيرة العرضية، ترجع من الدفاع، ممكن سودانية خطيرة، مش ممكن روفا وضيع الهدف في المكان القريب. هل يندم السودان على كرة المباراة؟ ماذا أدر روفا؟ أبيا يقول ماذا أدرت يا عبد الرؤوف؟ أخطر كرة سودانية، هذه كرة مباراة للسودان. شوف الكرة رجعت سنترال، يضرب الكرة الغربال، وصلت لعبد الرؤوف، كانت قريبة جدا. محاولة كرة خطيرة ترجع في منطقة الجزاء، ما زالت الإمكانية عن طريق اللاعب كرشوم، ما زالت الفرصة ضاعت الكرة، تبقى سودانية
سيطرة ميدانية للسودان في هذا الشوط الثاني. إقصاء أثر كثيرا. يمشي روفا يشوط كرة ولكن برا أوت، لا بأس بالنسبة لفريد الشعاب. كرة من عبد الرؤوف، هذا هو عبد الرازق روفا. خطيرة الكرة، التسديدة والدفاع. مرت الكرة سليماني خلاص 10 ثواني 5 ثواني، لن تتغير الأمور. الجزائر لن تسجل والسودان في آخر كرة للتسجيل، ولكن أيضا نراها لن تسجل. 0-0 شوط بشوط. الإقصاء أثر السوداني، برافو باش يحط المدافع، نعم يغطي للحارس. النور عليك، نور يا نور. رسميا الحكم المصري امين عمر يقول لا غالب ولا مغلوب. الجزائر والسودان 0-0. حامل اللقب يبدأ بنقطة والسودان يبدأ بماتش كبير. تحياتي لكل المشاهدين عبر قنواتنا، تحية للجماهير الرياضية. أجواء جماهيرية خارقة هنا في الريان صنعتها جماهير الجزائر وجماهير السودان.